حلقة جديدة من تقييمات مطاعم الدايت، وهل هي دايت ولا واحدة مورو ناو؟ انا اشتري مورو احسن، روح اجيب واحدة مورو ناو. المطاعم اللي بنطلبها من على التليفون ده تايب من المطاعم، في تايب مطاعم تاني ولكن هم الاوبريشنز بتاعتهم او العمليات بتاعتهم او التجهيز بتاعهم او المطبخ بتاعهم مش شغال بالنظام ده، بيشغال بنظام ان انت تبعت له وجبات الاسبوع يبعت لك اسبوع كامل، وطبعا بتبلغه قبليها بيوم او بيومين او ايا كان. فعلشان طبعا ما تدبسش في وجبات اسبوع كامل رحت غابب على مطعمين من دول وقلت لهم ايه، طب معلش انا عايز اجرب وجبه، طب قصه، طب الحكايه، وحاسبوني عليهم الموضوع، ومحدش فيهم عارفني ولا عارف انا مين ولا اي حاجه، ومعايا الشات حتى. فقالوا لي خلاص مفيش مشكله يا فندم، هنبعت لك الوجبه الفلانيه بكره. ولكن المطاعم اللي احنا هنذكرها دي مش مطاعم ماشيه بسيستم الدليفري اللي هو قالوا يا فندم انا عايز الوجبه كذا هتجي لك خلال 45 دقيقه، لا، دي بتقول لهم انا محتاج عدد وجبات فلانيه، يروح هو جايبهولك خلال 24 48 ساعه على حسب الاوردر بتاعك وعلى حسب التجهيز بتاعك. فمعانا مطعمين هنقول عليهم النهارده، طلبت منهم استثناء يبعتوا لي وجبه عشان اجربها، وهنقيمها ونقول لكم ايهما افضل سعرا، كميات مظبوطه ولا لا. من مميزات المطاعم دي ان هم باعتين لي الميزان افتر كوكينج، هنشوف بقى بيخسروا في الميزان ولا مش بيخسروا في الميزان، الحكايه حكايتهم ايه، بيقولوا ايه في الموضوع ده، هنشوف القصه دي. فيلا بينا. المطعمين هما نيوتري هاب وجرين اند تيستي. الحاجه جت على حدود الساعه 3. الجدير بالذكر نشكر جدا نيوتري هاب على التعامل اللطيف قوي، ناس لطيفه جدا. اولا النمره موجوده على الاكونت، على عكس جرين اند تيستي كان بعت لهم على الانستجرام ما لقيتش نمره، فبعت لهم على الانستجرام وبرده كانوا ناس ظريفه جدا. ولكن نيوتري هاب لقيت حد اكلمه على التليفون خد مني الاوردر بكل سلاسه، استاذنته ان انا يعني استثناء لوجبه وكده، قال لي مفيش مشكله يا فندم. احنا ده كان بالنسبه لهم الموضوع بالنسبه له عادي اصلا، اكتر من جرين اند تيستي كانوا بيقولوا لي احنا بناخد وجبات اسبوع. حد كاستمر ريليشن بيبعت لي طب عنوانك، طب الدنيا، الدفع فودافون كاش او انستا باي، مش بياخدوا الدفع لما يجي الاثنين، سكرين شوت بالتحويل تمام، الاوردر هيوصل لك بكره يا فندم من الساعه كذا للساعه كذا، وصل في ميعاده، كل حاجه تمام. سالتهم وجبه، طبعا احنا بنقارن على الوجبه الستاندرد بتاعت ايه، لاعب الجيم الهمام العادي اللي هي صدور فراخ ورز وسوتيه، مش محتاجه حاجه يعني. فقلت لها الوجبه دي اللي هي بتاعت نيوتري هاب، قالت لي الميل ويت افتر كوكينج بروتين 175 جرام، الكارب 100 جرام، الفيجز او اللي هي خضار السوتيه 100 جرام، يعني هم المفروض هنا في 100 جرام رز، 175 جرام صدور فراخ، و100 جرام سوتيه. كان ثمن الوجبه دي بالتوصيل كام؟ 288. هم واخدين 90 جنيه توصيل تقريبا عشان المكان بعيد قوي عليهم، نلغي ال 90 جنيه توصيل من الحسبه، هم واخدين 163 جنيه ثمن الوجبه بدون التوصيل. فالوجبه بدون توصيل 163 جنيه، المفروض ان فيها 175 جرام صدور فراخ، 100 جرام رز. هنشوف الميزان تمام، الطعم تمام، وبعد كده ندخل على جرين اند تيست. اصلا لسه متمرن وجعان، فانا فعلا محتاج اكل. خدت الحلقه اللي فاتت ورد الدهان، خدت الحلقه اللي فاتت، استفدت. الناس بتستفيد من الحلقات، هي بتمشي بتتبع الكلام. الميزان متصفر. اوكي. انا اسف نيوتري هاب، الميزان مش مظبوط. 140 139 بالظبط، من 175 ده رقم، لان هي محدده لي ان ده افتر كوكينج 175 جرام صدور فراخ، ان هم يجوا لي 140 يعني في 35 جرام صدور ناقصين. نتمنى ان ده ما يحصلش تاني، نتمنى ان ده ما يبقاش المعتاد من نيوتري هاب، ودي مش حاجه ظريفه في اول تقييم يسقط معانا نيوتري هاب في المقارنه مع جرين تيستي. انا الموضوع ده زعلني، خلي بالك والله، يعني اول مره الناس كانت بتدي الوزن قبل، فما كناش بنقدر نوصل للرقم اكيوريت قوي، لكن هي محدده لي 100 افتر كوكينج 105. انت جبت باينه في الفيديو 175 جرام افتر كوكينج. نصفر الميزان تاني. اظن الرز ده اكتر من 100 جرام عامه يعني. اتضايقت، خلي بالك، مش حركه ظريفه، وانا مش يعني انا مش ببقى فرحان لما بقيم حد وحش، او لما حلقات البروتين بار والكلام ده، لو حد يفتكر ان انا ببقى فرحان او ان دي الله ترند، الحاجات دي يا جماعه بشعه، الحاجات دي بتحسسنا ان احنا في كوارث، في حاجه تضايق. الرز عدى ال 100 جرام بمراحل، الرز داخل في 170 جرام، which is ان هم برضو مش عارفين هم بيبيعوا ايه، يعني دي حاجه مش حلوه يعني. بعد داخلين في 175 جرام رز وبتقول لي 100 جرام رز افتر كوكينج، ممكن قصدها بيفور كوكينج، اصل ده
ممكن قصدها بيفور كوكينج وغلطت. ميل ويت اهو. ميل ويت ايه؟ كذا كذا. اصل ده ممكن يبقى 100 جرام رز قبل السوا ضرب في 2 بقى 200 ماشي. 175 جرام صدور فراخ كش 30% هتبقى اقل من 140. عك كيكه ما شاء الله والكعبه ورسول الله. فطبعا مش مهم وزن الخضار اصلا، مش هي الحاجه اللي بالنسبه لنا هتفرق بعد وزن البروتين والكارب اللي هما الاثنين عاكين. فكميزان نيوتري هاب بيج زيرو. بيج زيرو ماينس. اديله ماينس على طول. ندوق الطعم. اولا اختبار الحفه، يبدو ان هو واخد مسحه ظريفه بسيطه خالص زيت زيتون. دايت كدايت هو دايت، واخد حاجه كده مسحه بس على قد الجريل، مش ما تؤثرش خالص، بس هو دايت. اتمنى يبقى دي غلطه ويصلحوها يعني، يا رب يصلحوها. اختبار الالحفه تمام، نجحوا مع الحفه. فنشوف بقى الطعم، هل نجحوا مع الالحفه يطلع الطعم حلو؟ نجحوا يطلع طعمه حلو، بس مقلحف قوي، ده ما بتبلعش، بس هو طعمه حلو كتست حلو، بس دراي قوي. ده انا دايت قوي، ده انا دايت ابن دايت. في لمعه زيت سنه، واخد له توت زيت. كان في كومنت بيقول لي انا بثق في القناه بتاعتك بس ما تكرهش الناس في استخدام الزيت. انا مش بكره الناس في استخدام الزيت، بالعكس عادي، انا بحط للعملاء بتوعي كميه زيت يقدروا يطبخوا بيها، او زبده كمان عادي يعني، طالما محسوبه من السعرات وزيت صحي مش زيت نخيل، واي نوت عادي استخدم، مفيش مشكله في ده خالص. ولكن لما بتطلب من مطعم دايت، انت الاكسبكتيشنز او توقعاتك بتبقى ان انت جاي لك حاجه ايه 100% معموله من غير الحاجات دي، لان انت لما انت تسوي حاجتك بنفسك وتوزن ميزان الزيت هتبقى عارف تقيسها. هو بيعمل بقى بكميات كبيره، فيا يعملها 100% دايت، يا يبلغك ان احنا مستخدمين مثلا نسبه كذا دهون مش عارف ايه، فاهم؟ ده لو عملنا مطعم دايت اند تشيت يعني، لو عملنا مطعم دايت هنبلغ الناس احنا عاملين كده ولا مش عاملين كده، ماشي؟ فندوق الرز. رز ناشف سنه، هنا في توابل محليه الموضوع، بس الرز ناشف سنه، ماشي؟ ندوق الفراخ تاني. الفراخ فيها تتبيله واصله للنص، تتبيله حلوه بصراحه. نقطعوا الفراخ زي كالوريز، اللي ما شافش حلقه كالوريز يروح يبص عليها. لو قطعوا الفراخ قطع زي كالوريز اظن الفراخ هتبقى اطرى واحلى. دي حاجه تقول ان بتوع كالوريز عملوا تجارب كتير على ما يوصلوا للناتج ده. نقيم كده نيوتري هاب كطعم 6-7/10. فراخ دراي قوي، الرز ناشف سنه، خضار حلو يعني 6-7 بالكتير قوي. كميزان كحكه مع السلامه. كزيت وكلام من ده لا دايت. خضار حلو، خضار ممكن يبقى 7-8، ياخد ختم دايت مغشوش دايت، بس واحده مورو ناو سنه. ليه؟ علشان الميزان غير اللي انتوا بلغتوني بيه. انا في 35 جرام بروتين ناقصين مني، مش 5 جرام. نسبه الخطا ممكن تبقى 5-10، تقول لي 175 يجي لي 160، ماشي، يجي لي 155 ماشي، مش 140 يعني. من 175 ل 140 ده بتاع حبه حلوين يعني. هنصفر ميزاننا، هنحط على الميزان دايركت، ناخد الحته دي نشوفها كده تبقى قد ايه. اقسم بالله العظيم ده انا لو مشعوذ دي ناقصاني يا نيوتري هاب. انا ليا عندكم دي يا نيوتري هاب، دي ناقصاني، انا عايزها، حقي يرجع لي. انا عايز ال 35 جرام يا نيوتري هاب بتوعي. انا مضايقكم وهطاردكم في المحاكم يا نيوتري هاب على ال 35 جرام بتوعي دول اهو. لا انا مسامح يا نيوتري هاب، مش انا بهرج، انا مسامح، بس يعني ايه، نركز في الحته دي كويس، ونتمنى ان دي تبقى خطا. احنا مش عايزين نكسر في البراندات المصريه ولا الجو بقى، احنا اتمنى يبقى ده خطا وتعالجوه. اكلهم حلو، الاكل طعمه مستصاغ يعجبك تعرف تاكله مفيش مشكله، بس تعقيبنا الوحيد على الرز، والرز ناشف سنه، ما كان محتاج سنه سوا. الفراخ لو اتقطعت هتبقى اطرى، وال 35 جرام الميزان من الاخر، ولا تخسروا الميزان. ونطلع على جرين اند تيستي. مكلفين وعاملين الورقه اللي هي بتبقى ايه الشياكه دي، وقافلين البتاعه بالشياكه، ماشي، لقطه حلوه، بس عايزينهم يحطوا نمره على الانستجرام. باكجنج ظريف مختلف عن اللي فات، حاطين الرول اللي هو قافل ده كده، مكتوب عليه السعرات ومكتوب عليه الماكروز، تاريخ الانتاج، حلوه، ديتيلز ظريفه
تاريخ الانتاج، كام سعره، كام كالوري، كام بروتين، كام كارب، كام فات. تفاصيل ظريفه، تفاصيل روشه. اتمنى الاكل والتفاصيل بتاعتهم يبقى ايه، منمقه. نفتكر معاهم من على صفحتهم على الانستجرام، باعتين لي بيطمنوا برضو باي ذا واي. الاثنين باعتين لي بصراحه، الاثنين شاكه قوي في التعامل، سواء نيوتري هاب او جرين اند تيستي. الاثنين باعتين لي ايه اخبار الاكل اهو، جرين اند تيستي ونيوتري هاب برضو. الكاستمر ريليشن بتاعتهم اللي كلمتني دي حد ذوق 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 يعني. فهنا بيسالوني ايه اخبار الاكل، لسه هرد عليهم. نيوتري هاب قايلين لي ايه بقى، اصحى للكلام. 125 جرام صدور، 200 رز، سوتيه 70 جرام. يلا نتمم. خلي بالك السعر برضو كان 160 جنيه زائد 50 جنيه توصيل، اجمالي 210 تقريبا، نفس السعر اللي فاتت. التسعيرات كانت 163 تقريبا، بس كان 90 جنيه توصيل، فده اللي كان عامل قصه يعني، تقريبا نفس السعر. بس هنا قايلين ان صدور الفراخ كام، 125 جرام و200 جرام رز. هنا في جرين اند تيستي قايلين 125 جرام. يلا نوزن. الميزان اهو متصفر. تعالى يا احمد. مقطعين، عاملين الحركه بتاعت كالوريز. اصحى للخباثه. نحط نوزن في ايه يا جماعه النهارده. 113 جرام، فرق 12 جرام. مقبوله نوعا ما، مقبوله. ممكن دي تبقى حاصل ايه احيانا يعني، مش بنبرر لهم، بس يعني احيانا بتبقى انت وزن الفراخ وهي لسه مطبوخه، فبتبقى ايه الميه بتاعتها فيها توزن معاك. الفراخ نشفت شويه، اتحطت على الرز سحب الميه، نقص ال 10 جرام دول. 10 جرام 12 جرام مقبوله، تعدي يعني. هنا نقدر نقول ان الرز سحب الميه شويه، عشان الفراخ بتنز ميه، والرز بيسحب الميه عامه، الكربوهيدرات بتسحب الميه. فال 10 12 جرام دي نقدر نقول ان جرين اند تيستي عدى من الاختبار بتاع الوزن. بس نراعي الحاجات الصغيره دي يا جماعه يعني. لا باس لو زودت 5 10 جرام تحط فرق الايه، الميه اللي هتنزل الكلام ده عن نيوتري هاب، لان نيوتري هاب كان فرق كبير. نيوتري هاب 35 جرام، شفنا الحته قد ايه. طب ده تعالى نشوف الحته اللي هي 12 جرام دي قد ايه. دي دي سقطت. انا سقط مني واحده زي دي. بس جرين تيست 12 جرام مش حوار، بس برضو بنقول بكل حياديه. نوزن الرز. نحط كده الفراخ هنا على جنب. اوكي، الرز داخله في 190 جرام، وفي حوالي 10 جرام اهم مكعبشين هنا، مفيش مشكله. الرز يعتبر موزون بالتكه، فاولموست الرز 100% تمام. هم عندهم 10 جرام تحت كده او 9 جرام تحت، دي اللي هي الطبيعي بتبقى ساقطه من عادي، نسبه خطا العاديه. ففي اختبار الميزان جرين اند تيستي النهارده يكسب. ميزانه فيه 10 جرام اللي هو الطبيعي منه، عادي، نسبه الخطا المقبوله. يا جماعه لازم نتقبل ان في نسبه خطا. اختبار الطعم والالحفه. نبتدي بالايه، بالفراخ. هم صيع عاملين الفراخ مقطعينها زي حوار الكالوريز، عرفوا برضو اللقطه. ممكن بس 5 دقايق امضغها. دي ختم دايت من هنا ل 100 سنه قدام. اللي بيدور على حاجه دايت ومش بيفرق معاه الالحافه، مش عايز حاجه مزيته، انا هو انت اهو. دي مش واخده ولا جرام زيت، قسما بالله بقسم. دي ولا لونها ولا شدتها، دي 100%، دي 1000% دايت. بس الموضوع مع احترامي مأثر شويه في الطعم يعني، مأثر في الطعم جامد. فانت هتقطع الفراخ تخينه، ده انت راجل حقاني قوي. بس قطع الفراخ تخينه شويه، شوف لها اي وسيله تطريها. الرز مفيش فيه لمعه زيت، فيه لمعه ميه عاديه اللي هو البخار. بس لما تيجي تبص اهو ناشف، 5000% دايت. بس الموضوع في الطعم 5 من 10. هم تقريبا واخدين الكونسبت او المبدأ بتاع احنا عمليين، احنا صح، ميزانهم صح، دايت 5000%. بس عشان يوصل للمعادله دي نزل في الطعم. يعني اظن في وسيله ممكن تبقى اذكى، في حاجه ناقصه. طبعا ممكن تعمل بقى وجباتك بنفسك بقى من كتاب الوصفات بتاع دايت اند تشيت، وتشترك معانا دلوقتي عن طريق موقعنا او نمره الواتساب اللي على الشاشه. باقات متنوعه، تبعت لي دلوقتي ونعمل حلقه مع بعض، وتعمل لك وصفتك بنفسك، وتعمل اكلك بنفسك، ونعمل لك نظام غذائي ونظام تدريبي مخصوص ليك يوصلك لاحسن نسخه من نفسك. نكمل الحلقه. هو ده اختيارك، ما تروحش غير على جرين اند تيستي يعني. هو تروح عليه تاكل من عنده وجبه دايت 100%. ننهي هنا اوفرول دايت، انضباط، التزام، الحفه 100%. جرين اند تيستي 10 على 10، مش واحده مرونة خالص. كطعم واد بتاع دايت، هو ما بيفرقش معاه الدنيا. من الناس اللي عارف انت بتعمل الفراخ بيضه كده، هو حاطط لك عليها توابل، رواقك سن عنها، فانت ده بالنسبه لك هيبقى حلو. لكن بالنسبه لواحد اكيل واد جاي يدلع الدايت، لا مش مكانك. نيوتري هاب
قد يكون العكس. لما نيجي نقول بقى مقارنه ما بين الاثنين، ما بين جرين اند تيستي وما بين نيوتري هاب، لو انت راجل ما بيفرقش معاك الطعم وعايز بس حاجه ملتزمه وتبقى عاملين كده اهو ميزانهم مظبوط واشيائهم مظبوطه، روح على جرين اند تيستي، وانت كده كده مش فارق معاك الطعم، جرين اند تيستي مظبوطين. لو انت حد عايز طعم ألذ شويه بس تبقى انت بترجع وراهم الموازين والدنيا ومش فارقه معاك سنه الزيت بسيطه وهم مش حاطين زيت كتير، يعني سنه بسيطه عادي مش فارق معاك وانت راجل فليكسبل دايتنج وبتاع، لا نيوتري هاب يبقى احسن لك. فده كانت حلقه النهارده ما بين جرين اند تيستي ونيوتري هاب. الاثنين كاستمر سيرفيس بتاعتهم محترمه جدا، الاثنين بيبعتوا الوجبات بالاسبوع او لازم تبقى مبلغهم قبلها بيوم لو حابب تاخد وجبه واحده. تقدر تجربهم وتبعت لهم على السوشيال ميديا بتاعتهم. ده التجربه بتاعت النهارده، اتمنى تكون الحلقه فادتكم. اكتب لي في الكومنتات اسامي مطاعم عايزني اقيمها لك. لو انت بره مصر انا هعمل زياره للامارات وزياره بعديها للسعوديه اقيم مطاعم الدايت اللي هنا وهنا. انا مش هسيبكم ومش هحلكم، همسك مطعم دايت. وزي ما قلنا في نص الفيديو، عايز تعمل الجسم اللي نفسك فيه، عايز تسيح الدهون بالعلم، دايت مظبوط مش بالحبايه السحريه، ابعت لي دلوقتي يلا نعمل حاجه قويه مع بعض. عايز تتعلم عن التغذيه، كورساتنا على منصه ينفع، استخدم كود خصم DC10. عايز تجيب مكملات موثوق فيها، خلي بالك مكملات موثوق فيها، مكملات بجد من انت جسمك محتاجها، بروتين كرياتين. عندك حل من حلين، اولا وورلد وايد سبورتر، ادخل على موقع سبورتر استخدم كود خصم DC10 بعد ما تسجل حساب جديد، هيديك خصم اضافي على اي اوردر ليك، وعندهم كميه براندات عالميه 100%. لو انت بقى في مصر وحابب تجيب التابلتس والمكرونه الشوفان والبروتين محلي كويس جدا وحاجات دي، ماكس ماسل على موقعنا دلوقتي عاملين معاهم اتحاد على المكملات بتاعتهم والحاجات بتاعتهم واورجانيك نيشن، بكود خصم DC10 تقدر برضو تشتري من الاشياء بتاعتهم، لان دي الاشياء اللي احنا لما حللناها طلعت مظبوطه 100%. ما تنساش تعمل كمان فولو على الانستجرام وعلى التيك توك وعلى الفيسبوك، واعمل سبسكرايب، ولو احتجتني في اي شيء سيب لي في الكومنتات او ابعت لي على الانستجرام، هتلاقيني دايما معاك. ويلا نعمل حاجه قويه مع بعض. سلام.